السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم كيفاش غنطحن العصير اللي بالفريز والليمون. كما كتشوفوا الفريز اللي هو كنكونوا غاسلينو. انا عندي كما وريتكم كميه كثيره. دابا الفيديو ديال الفريز والليمون. الفريز كنغسلوه، كنحيدو منه، كنقدوه في الماء، كنحيدو منه ديك النواره الخضراء، كنحيدو منه داك الحديد ديالو اللي كيكون فيه بحال الحجيرات رقيقين. كنغسلوه، نقدوه مزيان، نغسلوه ونشدوه ونسقطروه. عاد كنحطوه ونديرو عليه سنيده باش كيجينا مزيان، حيت هو الفريز كيكون شويه محمض. واخا تيكون يعني الفريز دابا يعني كان جديد، يعني ماشي طايب ولا دايرينو صحيح زوين. يعني غادي نديرو فيه ديك السنيده باش غادي يجينا حلو زوين. وسنيده ماشي على حسب الحلاوه، ماشي غنديرو واحد الكميه اللي ما هياش. المهم ديك الكميه اللي غنديروها في داك الفريز حتى يولي لنا سيرو، عاد كنطحنوه. هذا هو العصير ديال الفريز. كما كتشوفوا غادي نديرو الليمون، غنطحنوه بوحدو ونصفيوه. عاد غادي نطحنوا الفريز ونبقاو نزيدو مع الليمون باش يجينا مزيان، لان مع كميه كثيره شويه مناسبات. دابا الصيف وإنسان تيبغي حاجه بارده وزوينه، كنديروا العصير اللي غادي يصبر لينا في فريكو بعد واحد المده ديال 5 سوايع كيكونجلا باش كنقادوه وكيجينا مزيان كيبقى بارد. هذا اللي بغيت نوصل لكم. صافي كنبقى نطحن داك الليمون ديالي بالماء. علاش نشدو الليمون، كنقيو، كنحيدو منه داك الخيوط، نحيدو منه ديك البابه البيضاء، كنحيدو منه كلشي. عاد كنطحنوه باش ما يجيناش مر، حيت ديك البابه البيضاء ديالو، جلده البيضاء كتكون مره في العصير، اي عصير يا اما الحامض ولا ديال الليمون كيجينا مر. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصيحه هذه. واللي بغى يطحن العصير يدخل عند حلويات امينه للمناسبات باش يشوف كميه كثيره ويشوف العصير. كنطحنوه من الاول حتى الاخر، يعني ما كنخبيو عليكم حتى شي حاجه. كنحاولوا نفسروا لكم ونحاولوا نوصلوا لكم كيفاش كنخدموا باش كلشي نوض ان شاء الله يقضي الغرض ديالو ويصايب في العصير للضيوف ديالو او المناسبات ديالكم. ماشي مشكل. حنا كنتمنى ان شاء الله تدعموا القناه باش تشوفوا الجديد ديالي وتشوفوا حلوياتي وتشوفوا العصير اللي هو ضروري في المناسبات. كما كتشوفوا ديما التقديم في المناسبات كنديروا العصير ولي صواغي، هادو ضروري منهم. وكاين اللي كيدير العصير وما كيعرفش، كيبقى يدير غير غا زيت غا الماء غا السكر، هذا كيكون عصير حالته ما فيه ما يتشاف، تيكون جاري بزاف، ما فيه لا مذاق لا ديال الليمون لا ديال الفريز، ملي تيكون خاتر. يعني ضروري تحاولي تشوفي كيفاش الخدمه. انا كنحاول نوريكم. واخا طحنت العصير كنولي نصفي باش كنحيد ديك الجليدات اللي بقاو ديال الليمون باش يجينا العصير على حقه وطريقه. ومي غادي نطحنوا الفريز غيجينا خاتر وزوين. كنتمنى ان شاء الله ديروا بهذا العصير هذا وباش كلشي ان شاء الله يوصلوا الجديد ديالي. كما كتشوفوا الليمون راه هو مطحون مزيان وعاطي الرغوه وعاطي اللون ديالو زوين. غادي تشوفوا ان شاء الله. يعني حتى كنقادوه ونصايبوه. انا حاولت معكم نصايب من الاول حتى الاخر، يعني ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا كيفاش وتشوفوا المراحل اللي كيدوز منها العصير. هادشي اللي بغيت نوضح، المراحل اللي كيدوز منها العصير غادي تشوفوها ان شاء الله. صافي داك الفريز ديالي راه طلق السيرو ديالو كما شفتوا. العصير اللي مصفيناه وحطيناه، والفريز هو ان شاء الله اللي غادي نطحنوه وغادي نصفيو حتى هو. هانتوما كما شفتوا ولا ثقيل بالسكر، يعني طلق السيرو ديالو. وغادي نبقى نطحنو بداك الليمون. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. يعني انا ما غاشي غير اجي ودير العصير،
هانتوما كنولي نهز من داك الليمون ديالي اللي مصفي ونطحن العصير. كما كتشوفوا الفريز نقي ما خامج ما والو، يعني انا ما كنديرش عصير يكون طايب ولا دا، كنديرو فريز زوين نقي الكليان باش كيجي حتى العصير زوين، ما يجيناش فيه واحد اللوغو ديال الحموضه ولا ديال الحموضه، يعني عرفتوا الفريز كيكون فيه واحد الحموضه بحال خامج. انا لا كندير فريز مزيان باش كيبقى لي العصير ديالي مزيان. هذا هو اللي بغيت نوضح لكم. صافي كنبقى نعصر وهذا صافي حتى كنسالي كلشي وعاود ندوزو في الصفايه ولا شي غربال ديال الخدمه اللي كنكونوا حنا كنصفيو به غربال كبير، كنولي نخوي في بانيو اخر ونصفي باش كيجيني العصير ديالي نقي مزيان. عاد كنكونوا حاكين دوك القشيرات ديال الليمون رقيقين، نقدروا نزيدوهم تقدروا ما تزيدوهمش، كنخليهم انا حتى كنديرهم مع الليمون سيك باش كيجينا عصير لذيذ وزوين. كنتمنى ان شاء الله ديروا بهاد النصيحه هذه وتشوفوا. هانتوما كنعاود نخلط ونزيد الليمون ونعاود حتى كنكمل الكميه كامله. يعني وريتكم العصير الفيديو ديال العصير ديال لافوكا والحليب راه شفتوه. دابا ديال الليمون والفريز، يعني راه كنحاولوا نطحنوا العصير ديالنا غير بالعقل حتى كيدوز، ماشي مشكل يخرج لنا ضروري حيت كميه كثيره ضروري راه العصير غادي يتكفح ولا غادي يفيض ولا دا ماشي مشكل. المهم كنخدموا الخدمه تكون مزيانه ونقيه كما كتشوفوا. هو الفريز اختار انتما كما كتشوفوا، يعني شي حاجه راها باينه. صافي وكنصفيوه ونقادوه ونقادو الحلاوه ديالنا وديك الحامضه اللي اثرت على الفريز باش كيبقى لي الفريز ديالي في اللون ديالو، يعني ما كيدبالش، كيبقى نيت هكاك حميمر زوين. اللون ديالو كيبقى كيفسح الشهيه كما شفتوا. صافي كنقادو حتى كنديروا الختوريه اللي بغينا باش ملي كيتخوى العصير كيجي خاتر وزوين ويجيو الكيسان باينين، يعني ما يجيناش غير الماء ولا غير الليمون بوحدو، لان العصير ديما كيخص يكون خاتر وزوين. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، كنتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو. صافي كما شفتوها نتوما الفريز، لان كنبقاو نطحنوا حتى كنكملوا الكميه كامله. فريز كنشريوه مزيان، انا حاولت نوريكم على حقو طريقو شي حاجه زوينه غليظ باش كيجينا حتى في الطحين كيجي ملبب، يعني كيجي عاطي الختوره. صافي كنبقاو نصفيو ونقادو حتى كنعمرو البواط ديالنا كاملين، الكميه اللي عندنا كامله كنعمروها هكا بحال هكا. انا وريتكم البواط على حقهم طريقهم كما كتشوفوا مقادين مخوي فيهم العصير وخاتر وزوين. يعني درنا الفريز والليمون، درنا لافوكا والحليب. باقي الفيديو ديال الحامض ان شاء الله غادي نوري لكم ان شاء الله من بعد. وراه كاين عندي فلاشين اللي بغى يعرف، راه كاين عندي فلاشين. كنتمنى ان شاء الله تدعموا القناه باش تشوفوا الجديد ديالي وتشوفوا الحلويات وتشوفوا العواصر ديال المناسبات. ديروا لنا لايك واشتراك الى فيديو اخر ان شاء الله.